السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده بقى هنعمل مع بعض أكلة كده ما فيش حد ما بيحبهاش، حاجة كده في منتهى الجمال. هنعمل طاجن مسقعة، بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يالّا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا إيه. أول حاجة بقى لو بتحبي الفلفل يعني قطّعي كده كام واحد فلفل كده بالحلقات بالشكل ده، علشان خاطر إيه، هنعملها تكون جاهزة على الأكل على طول، تمام؟ لإن في ناس بتعمل قرن الفلفل زي ما هو كده. وفي ناس بتحب البطاطس تحطها على المسقعة، لو حضرتِك من الناس دي حطي ما فيش أي مشكلة، يعني اللي أنتِ عايزة تحطيه حطيه، تمام. أنا معايا هنا بقى حبّايتين فلفل كده كبار قطّعتهم، والبتنجان باقشّره كده بس مش باقشّره كلّه، يعني باقشّر كده عكس بعض كده، بحيث إن أنا آخُد منّه شوية قشرة وأخلّي الباقي، علشان خاطر ما يتهريش أوي وإحنا بنعمل المسقعة بتاعتنا. وطبعًا الكمية زي ما أنتِ عايزة، يعني حابة إن أنتِ تعملي كيلو مثلًا اعملي، حابة تعملي نُص اعملي، يعني الكمية دي في إيديكِ، ما بيبقاش فيها مقادير، تمام. بعد ما قشرتها بالشكل ده قسمتها نُصّين، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أقطّعها علشان خاطر نقليها مع بعض. في الوقت ده حابة إن أنتِ تعفّريه بدقيق كده وتقليه علشان خاطر ما يشربش زيت، تمام. حابة إن أنتِ تنقعيه في شوية مَيّة بملح وبعد كده تشيليه من المَيّة دي وتصفّيه كويس أوي قبل القلي، يبقى تمام برضه. كل ده مش هيخلّيه إن هو يشرب معاكِ زيت، تمام. بس أنا حطيته على طول في الزيت وقليت، كده تمام وزي الفل. نجيب بقى طاسة كده ونحط فيها شوية من الزيت ونبدأ إن إحنا نقلي البتنجان بتاعنا، متحطيش أي بتنجان إلا لمّا تتأكدي إن الزيت بتاعِك غِلي معاكِ علشان خاطر ما يشربش معاكِ زيت كتير. هاقلي الكمية كلّها اللي حضرتِك شُفتيها معايا كده في الفيديو، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل إيه مع بعض. طبعًا وقت القلية حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ ما تنشّفيش البتنجان بتاعِك إن هو يبقى في الآخر مهضّم ما فيهوش أي لحم إن أنتِ تاكليه، يعني ما تقليهوش أوي إن أنتِ تحرقيه، وفي نفس الوقت برضه ما تخلّيهوش طري أوي علشان خاطر برضه ما بيبقاش طعمه حلو، يعني كده خلّيه وسط كده أول ما بيحمر معاكِ من ناحيتين تبدئي على طول إن أنتِ تطلّعيه. بعد ما قليت الكمية كلّها جِبت الزيت اللي أنا قليت فيه، جِبت منّه شوية كده وحطيتهم برضه في الطاسة، ونزلت عليهم ببصلاية كده متقطّعة. أول ما البصلاية بس تشم النار كده وتقلّبيها شوية صغيّرين مش عايزينها تحمر، يعني يا دوبك بس تتدبّل أوي في الزيت، بننزل عليها بنُص معلقة كبيرة من التوم، وبرضه بنقلّب لحد ما بنشم كده ريحة التوم، على طول بتنزلي بالطماطم بتاعتِك. في الوقت ده أنا كان باقي عندي لحمة مفرومة من اللي هي بتاعة السمبوسة، وكان في كيس صغير كمان كان فاضل فيه، فطلّعتهم حطيتهم، يعني السمبوسة كنا مقطّعين فيها بطاطس لو تفتكروا معايا مكعبات صغيرة كده، حطيتهم وحطيت برضه كيس صغير كمان. في الوقت ده طبعًا لو حابة إن أنتِ تستغني عن الخطوة دي ما فيش أي مشكلة، هي بتبقى طعمها أحلى وأحلى كمان من غير لحمة. وبنحط التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن كزبرة وكمون وبابريكا، وبنملّح الكلام الجميل ده كلّه، ولو الصلصة بتاعتِك أنتِ حاطة عليها يعني الطماطم أنتِ حاطة عليها معلقة صلصة، يبقى على طول تحطي رشة من السكر علشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة، ما تبقاش الصلصة بتاعتِك حامية معاكِ. بنسيبها تغلي حوالي غلوتين، وبرضه بنضيف لها حوالي 3 فصوص من التوم مفرومين تاني، يعني في الأول حطينا حوالي 3 وبعد كده هنحط 3 تانيين، بس بتحطيهم بقى في الوقت ده قبل ما بتحطي البتنجان على طول، أو قبل ما تنزّلي بالبتنجان على طول، وبعد كده بننزل بالبتنجان بتاعنا كلّه والفلفل، ولو حابة بقى إن أنتِ تحطي شطة في الوقت ده حطي برضه، يعني اللي أنتِ عايزاه سواء بتحبي الحاجة حامية أو لأ. لو حابة إن أنتِ تحطّي لحمة مفرومة في الوقت ده طبعًا واللحمة لسه نيّة، بعد ما بتحمّري البصلاية بالثوم كده أو تشوّحيهم، بتنزلي باللحمة لحد ما اللحمة تستوي، وبعد كده بتنزلي بالصلصة وبعدين بالبتنجان. أنا نزلت باللحمة علشان خاطر كانت مستوية معايا. زوّدت شوية مَيّة كده على الصلصة علشان تبقى خفيفة شوية ما تبقاش تقيلة أوي، وسِبتها إن هي تغلي مع بعضيها لحد ما الصلصة اتسبّكت كده في البتنجان، وبعد كده ابتديت إن أنا أنزل في الطاجن، طبعًا دي خطوة اختيارية ممكن تعمليها أو ممكن لأ، يعني ممكن تسيبيها بقى زي ما هي في الطاسة كده وتاكلي منها، لكن أنا حابة إن أنا أدخّلها الفرن علشان تاخد وِش. حطيتها تحت الشواية لحد ما شكشكت كده وخدت وِش، وعايزة أقول لِك إن ده أحلى طاجن
مسقعة هتعمليه إن شاء الله، وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربه، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. لو عجبك الوصفة ما تنسيش اللايك، ولو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وصفة النهاردة كده اقتصادية وسهلة وسريعة، أتمنى إن شاء الله إن هي تعجبكم، وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.